اتكلم عن دسوق واستفيض وتاريخي. انا بس شغلي متقسم لمراحل، لانه انا كل مرحله بتخرج بزخامها الكبير جدا، وبعدين بلاقي نفسي ابتديت اتنفس وعاوزه شويه هواء، يعني عاوزه مش خلاص اتعودت ان انا بعد مثلا ما اكمل لي حوالي 50 لوحه 40 لوحه الاقي نفسي يعني اخذت مرحله في الفرجه على شغلي جدا كل اللي فات، وبعدين فرجة على الدنيا بقى من أول وجديد. أنا بحب الشوارع الزحمة، بحب أتفرج قوي على حاجات متناقضة يعني. بتبقى كل مرحلة تقريبا بتاخد نقول إيه سنة مع المعرض مع العرض كمان. لازم أنا في الأول جيت من الجزائر سنة 84 وأتيليه القاهرة ربنا يخليهم، كنت بعمل معرض كل سنة في الوقت اللي كان الناس الفنانين والناس وكل هيئات التدريس في الجامعة بتستغرب شغلي جدا وبتحس انه حاجة غريبة. فكان المنفذ أتيليه القاهرة الواحد يدفع لهم 500 جنيه ويعرض اسبوعين، واتعرفت من هنا بقى من معارض كل سنة كنت. فالمهم المراحل دي زي ما قلت كده توالت لغاية ما آخر لوحة انتوا شفتوها بتاعت ماما دي كانت آخر لوحة في مرحلة. عندي سوق بقى. أنا بشكر الكون وبشكر ربنا إن أنا اتولدت في حارة الملاحين الفقيرة جدا، اللي أقول إيه اللي مليانة تناقضات حادة جدا، اللي مليانة خناق على لعب على. وبعدين أنا اتولدت أنا 77 سنة، مولودة 48 أغسطس، فأنا كان وقت الأطفال هي بتلعب الألعاب من تأليفها وأغانيها وتلحينها، هم اللي بيعملوا الألعاب. زائد إنه دسوق فيها حالة سنوية بتحصل المولد، بس ده أنا ابتديت أعرف لما بابا ابتديت أنا على 4 سنين 5 سنين كان بابا ياخدني أنا وأخويا الأصغر مني ونروح الليلة الكبيرة في المولد نحضر بقى السيرك الحلو ويفرجنا على الألعاب اللي في المهم. فعاوزة أقول إنه مدينة دسوق مدينة حية جدا لغاية دلوقتي. المولد عبارة عن إنه كرنفال بيلخص الكون كله في أسبوعين بينصبوا فيها الخيم بتاعتهم والأعداء وهيقعدوا فين وكده، والأسبوع الأخير اللي بيبقى فيه في آخره الليلة الكبيرة. والناس أصحاب الطريقة الإبراهيمية اللي كانوا طريقة صوفية اللي بيفوتوا. احنا كنا على ناصية شارع عمومي اسمه أنا أسف اسمه دير النحل. يعني حارة الملاحين دي على شارع اسمه دير النحل. فكان بيفوت بقى في مولد النبي مثلا، كل مولد نبي بتفوت كم من حوالي مثلا 15 عربية نقل، كل عربية عليها مشهد مسرحي خرافي. كرنفال خرافي. بتتكلمي عن الليله الكبيره ولا لا انا بس اتنقلت على مولد النبي لانه كنت هنساه. الليله الكبيره بقى بيفوت ارباب الطريقه الاسلاميه وبالاعلام الخضراء بتاعتهم بلبسهم انا مش عارفه اسمه الوشاح.
وبعدين بياكلوا أذكار فيها لحم. يعني كانوا كل جيران الحارة ستات يجوا على السطور وفي بيتنا عشان يتفرجوا على الناس دول. ده دسوق. الأطفال بقى بألعابهم فضلوا ساكنين سن كده. أنا أسفة. لغاية ما أنا في نص الألفينات رسمت حارة الملاحين بأبطالها الأطفال، سميتها على مساحات مدورة، عارفين الأطباق بتاعت الحلويات. أنا حضرتها ورسمت عليها أيقونات حارة الملاحين، رسمت الأطفال ورسمت. فعم أحمد أبو راس ده كنا مثلا دكانة صغيرة عنده مثلا في رمضان كان بابا ننزل وبابا ياخدني معاه عشان اطلب اللي انا عايزاه في رمضان. ففي عين جمل وفي فستق وفي عند البقاله الصغيره الغلبانه دي. فكنت انا في خيالي ان عم احمد ابو راس ده هو اللي عنده حاجات كتير، كل الحاجات اللي الدنيا محتاجاها، مش بس فمثلا ما بنساش شكل عم احمد ابو راس بقرعته من النص وراجل سمين شويه ودايما مبتسم وجميل. المهم اطفال دسوق بقى كانوا حدوته كبيره. يعني القائد بتاع الاطفال كان اسمها سعيده الملاحه، من عائله الملاحين اللي الحاره مسميه على اسمهم، لكنها كانت بنت من اسره فقيره جدا. صحيح بيتهم ملكهم لا وبتمشي حافيه. ولدرجه مثلا لما كان ينزل مطر كتير فكان يمشي قدام باب الحاره لانها منزل كده، ترعى من الميه شايله زبالات، شايله مثلا. مش بنسى ابدا المنظر ده. قشر يوسفان دي وطت سعيده القائد الهمام ده وخدت قشر يوسفان دي نشفته في جلابيتها وكلته. فكل ده عالم عجيب وتراكيب، وتفضل قائدة. يعني ما حدش لا نزلت من عين حد ولا. وبعدين هو كل الناس فقراء يعني. المهم في رمضان، ايام رمضان، كان قصاد بيتنا في شارع دار الناحية ده بيت الشيخ فرحات. الشيخ فرحات ده كان هو هد بيته القديم وبيبني عمارة جديدة وفيها جراج. يعني كنا بنسميه جراج. المهم هو عامل دكانة تحت لسه ما بقالهاش باب ولا حاجة. فكان دي سهريتنا في الجراج. سهريتنا ازاي؟ كان في من سكان الحارة شاب يمكن في سن 13 أو 14 أكبر مننا طبعا، اسمه ربيع. كانوا بيسموه ربيع أبو عين فسخة. أبو عين فسخة لأنه عنده، أنا ما كنتش أعرف طبعا وكنت بناديله ربيع بس عمري ما قلت أبو عين فسخة دي، مع إنه أنا ما أعرفش إنها يعني حاجة فيه. هو كان عنده عين حمرا جدا وبارزة، عنده دراكوما. المهم ربيع ده كان هو اللي بيعمل السينما كل يوم في جراج الشيخ فرحات. كان عبارة عن انه بيجيب عيدان النخل ده اسمه ايه، جليد رفيعة، وكرتون عنده ويجهز في البيت شخصيات وشجر وحيوانات ويلبسها في ده. وبعدين يجيب شمعتين من عند العطار الكبيرة وفرخ شفاف. يا حبيبي والله كان بيجيبهم كلهم على حسابه، ما كناش دريانين بحاجة غير اننا بنتفرج. ونقعد كلنا وهو ربيع بكل شخصياته وكائناته ورا، وفرخ الشفاف ده، وواحد بشمعة من ورا الشفاف هنا، واحد هنا، وهو بيقدم لنا
كأنها سينما، بيحكي الحدوتة، وكان فلان ماشي وراح مش عارف جاب ايه، فيطلع لنا حاجات. فكان ربيع ده يعني ده، ما هو بيسألوني ايه المعجزة؟ قلت لهم الإنسان هو المعجزة. هو ربيع ده مش معجزة؟ سعيدة دي مش معجزة؟ فأنا شفت معجزات من وسط الفقراء غير عادية. المهم هو ده كل اللي أقدر أقوله عن يعني مدى شغفي وإزاي العالم بتاعي اتبنى.